وبعد 5 سنين اتاحت لي الفرصه ان انا عملت حاجه. يعني انت دلوقتي بتنتج لنفسك. مظبوط. يعني انت بتفكر بعد كده يبقى تفضل تنتج لنفسك ولا يبقى في منتج ولا؟ لا، انا هفضل انتج لنفسي ليه؟ عشان ما حدش يتحكم فيا، بس مش اكتر يعني. عشان ما حدش يتحكم مظبوط، فيك. عشان ما حدش يتحكم فيا. يعني انت بالنسبه لك بقى المزيكا والغنى هنقول هوايه ولا احتراف؟ والله انا لو قلت لك هوايه مم. وبصرف عليها المصاريف دي كلها مم. هيبقى كلام مش منطقي شويه. صح. لو قلت لك احتراف هبقى انا مادي. مم. لكن انا اقول لك هو هوايه واحتراف في نفس الوقت. هل ممكن في يوم من الايام تسيب شغلك عشان المزيكا والغنى؟ لا، صعب، عشان شغلي ده اللي وصلني اللي انا فيه. طيب محمود عياد، ايه الصعوبات اللي واجهتك في المزيكا او في الطريق ده؟ طبعا احنا خلاص شلنا اهم نقطه اللي بتواجه اي حد اللي هو الانتاج. طبعا كل الشباب دلوقتي او كل المطربين حتى المطربين الكبار بيحاولوا يدوروا على شركات تنفذ لهم الاغاني وتنفذ لهم توزع لهم الالبوم والكلام ده. انت دلوقتي قلت انا مش محتاج منتج، ممكن ان انا افضل اصرف على نفسي لحد ما كليبات واغاني واعمل انتشار واحترف وكل الموضوع ده. طيب ايه الصعوبات اللي واجهتك غير المشكله الانتاجيه؟ الصعوبات اللي قابلتني يعني ممكن تكون قابلت ناس كتير يعني. اللي هو يعني ما ينفعش الواحد يتعامل مع اي حد. اظن انت وصلتك الفكره. تمام. انا برضو كنت بستضيف ناس، فالناس تقول لي برضو اول عمل ليا اتنصب عليا فيه، اول عمل ده اللي انا ليا عايز حصل اقوله. كذا. هو ده اللي انا عايز اقوله، بس انا مش عايز اقول المسمى ده يعني. في ناس كويسه وفي ناس وحشه يعني. بس دايما يعني ايه، الواحد ما بيتعلمش ببلاش. يعني انت برضو يعني مشيت برضو في المزيكا اكيد لازم برضو. اكيد لازم كنت طبعا عديت على الطريق ده. طب ايه رايك تحب نسمع حاجه لايف كده قديمه؟ اوكي، نسمع. طيب بتحب تسمعنا ايه؟ انت عايز تسمع ايه؟ لا انا شوف انت عايز تسمعني ايه. يعني عايز اسمع حاجه على ذوقك. خلاص، ممكن نقول مثلا حاجه الورده. طب حافظ حاجه للعيد؟ العيد؟ اه هو الكلام ده بقى لو يوم الوقفه يعني. ايه؟ لو يوم الوقفه. العيد قرب يخلص خلاص. طيب اوكي، نسمع منك حاجه كده تناسبنا في وقت العيد كده، ونقول للناس كل سنه وانتم طيبين. نقول للناس كل سنه وانتم طيبين. ممكن نقول جانا الهوى. ولا نقول بتاخدك الايام ورده؟ نقول ورده. ورده؟ انا بحب. اوكي خلاص نمسك المايك. بتاخدك الأيام وعيش لجرحك تيرارا، وتسيبك الأيام وعيش لفرحك تيرارا. بتغيرك أيام تيرارارا، وتبدلك أيام. بتغيرك أيام تيرارارا، وتبدلك أيام. وبتجيني تلاقيني مع الماضي، مع الذكرى، مع الأحلام. عشان قلبي أنا أقوى من الأيام. يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام، يا لعبة الأيام. الله عليك، الله عليك بجد يا محمود. يعني أغنية حلوة، وأنت أثبتت بجد إن أنت مش شغل هندسة صوت واللي بتعمل في الاستوديوهات، لا حاجة لايف الناس سمعتها. على فكرة أنا اتعمدت أعمل حاجة النهاردة. أنا الأغنية اللي هي بتاعت طمن المرة دي اللي احنا قلناها مع بعض دلوقتي، طبعا دي بلاي باك. أنا اتعمدت إن أنا أجيب الأسطوانة قبل الفاينل ميكس. يعني الأسطوانة اللي اتعملت دي مش معمول فيها أي شغل في الصوت، ما اتعملش فيها هندسة صوتية خالص. اوريدي الأغنية اللي معايا خلاص اتمكسجت وكل حاجة. لكن أنا جبت الأسطوانة اللي قبل المكساج، ما اتعملش فيها أي هندسة صوت خالص. أي شغل في الصوت خالص.
تمام، ده جميل جدا برضه. هي طيب جسر بقى الذوق. محمود، انت قلت لي انت صورت اغنيه من الالبوم او بتصور اغنيه من الالبوم. اخترت ايه هي الاغنيه اللي انت صورتها؟ احنا قلنا اطمن المره طبعا دي، المره دي. خدنا بعض شطات منها في الجونه في الغردقه، وان شاء الله بقى شطات هناخدها في تركيا ان شاء الله. مم. و نفس المخرج؟ اه تمام. باذن الله. في ايه الاعمال التانية اللي انت اخترتها معاك في الالبوم بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاغاني؟ للون يعني. اه. في عندي دراما، وفي عندي حاجه سلو، في مم. عندي حاجه دنسايه، في عندي مقسوم. مم. يعني الالبوم ان شاء الله متنوع، وفي كل الناس بتحبه باذن الله. طب انت شايف محمود فين؟ يعني انت شايف محمود اللون ايه بتاعه ايه؟ ستايل. الستايل. غلبك اللون دوت في الالبوم بتاعك؟ من ناحيه يعني حسيت ان انت نفذت ده فعلا؟ اه كنت بتستشير مين وانت بتختار اغانيك؟ وانت طبعا انت مش دارس مزيكا ولا دارس مزيكا؟ لا يعني ايه شويه. يعني برضه حر. بس مش دراسه، ما درستش مثلا في كليه لا تربيه موسيقيه او لا، معهد موسيقى؟ مثلا عملت سولفيج الصوت طبعا مع دكتور امير الناصر. خدنا مع حصص بعض حره. حصص حره. بس طبعا يعني ايه تقريبا. بس برضه ما خدتش الخبره في مجال المزيكا والمقامات والغنى والطبقات والكلام ده. يعني انت بتكتسبها بس من شغلك في الالبوم بتاعك، من بص دخولك انا الاستوديوهات. هقول لك على حاجه يا جسر. بالنسبه لاكتساب الخبره في موضوع المقامات ده، على فكره الموضوع ده مش دراسه. كتير من الناس طبعا بدون ذكر اسماء دارسه الكلام ده كله، وعارفه المقامات، المقام ده رايح فين وجاي منين. لكن هو حافظ، لكن ما بيعرفش ينفذ ده الحقيقه. الكلام ده كله بيجي بالخبره من الحفلات اللايف والاستوديوهات والكلام ده كله. انا متفق معاك. وفي مطربين كبار موجودين في السوق كمان، سوبر ستار زي ما بنقول، ما بيعرفوش المقام ده ايه ومقام ايه، بيسالوا الملحن هو المقام ده ايه. طب انا اغني لحد دلوقتي في ناس ما تعرفش هي بتغني منين كتير طبعا. يعني تقول له انا بغني صوتي بغني منين. طب انت عارف انت بتغني منين؟ انا بغني من الدو. طيب يعني انا نفسي اسمع حاجه، ممكن نسمع حاجه تاني من الالبوم؟ احنا كده هنحرق الالبوم كله يا جاسر.